تعرف إنك لو اتجوزت في أفريقيا القبيلة كلها هتحضر ليلة دخلتك؟ أفريقيا قارة مليانة أسرار وحكاوي، وده بيرجع طبعا لعوامل كتير زي موقعها وتنوع الثقافات والأديان فيها، واختلاف الغرب عن الشرق وعن الشمال والجنوب. والنهاردة هحكي لك عن عادات القارة المبهرة دي في الجواز. فجهز كده مشروبك المفضل وتعال عشان هتسمع حاجات عمرك ما سمعت عنها. هناك الجواز يعتبر تقليد أساسي، والفرح ده عنصر مهم ما ينفعش جوازة تحصل إلا بيه، وده بسبب تقديسهم لفكرة الأسرة والعيلة، وبيحبوا يشاركوا أهلهم طقوس فرحتهم دي. بس الطقوس دي ساعات بتبقى أغرب من إن عقلك يستوعبها. في نيجيريا قبائل كتير جدا، حوالي 370 قبيلة تقريبا، وكل قبيلة فيهم ليها عاداتها المميزة وطقوسها الغريبة، بس في نفس الوقت في حاجات مشتركة بين القبائل دي. ومن بين كل العدد ده في 3 قبائل رئيسية، هما الهوسا والإيجبو واليوروبا. نبدأ بالجواز في اليوروبا. هناك الجواز تقليدي ومليان حيوية، بيضم الفرح معازيم من 500 لألف فرد، ودول مش ناس بعينها، لأ، هناك كل الناس مدعية، أي حد عاوز يحضر بيحضر. بيستقبلوهم 2 ستات كبار في السن، واحدة من طرف العريس والتانية من طرف العروسة، ولازم شرط أساسي إنهم يكون ليهم روح فرفوشة وأسلوبهم يضحك، وبيسموهم ألاجة. يعني تقدر تعتبر إن الألاجة دول هم اللي بيعملوا العروض الترفيهية في الفرح. ووسط الطقوس دي كلها بيدخل شخص بصينية عليها 4 أنواع من الأكل للعروسين، ويبدأوا يأكلوهم أول حاجة الليمون الحامض، وده كناية عن إن الحياة مش سهلة، وهتحسوا في البداية بلسعة الجواز والحياة الجديدة. بعدها الخل المر، وده بيمثل الأوقات المرة اللي ممكن يعدوا بيها. بعدها يقدم لهم شطة حامية جدا، ودي بتمثل الصعوبات المؤلمة. وفي الآخر بيقدم لهم العسل الحلو عشان يقدروا قيمة الأوقات الجميلة بعد الأوقات الصعبة. وعلى قد ما هو طقس غريب، إلى إنه عميق وجواه معنى حكيم عن حقيقة الجواز اللي بيمر فعلا بالمراحل دي كلها. ننتقل لقبيلة الهوسا. هناك الجواز شرطه الأساسي إنك تجيب أغلى وأحلى الهدايا بغض النظر عن مستواك المادي. ده طقس أساسي من أول ما تبدأ تدخل البيت. عشان تطلب العروسة تاخد وراك كمية مهولة من الهدايا، وكل ما تزيد الهدايا كل ما تكون مقدر العروسة أكتر. وهناك أول مراسم الارتباط اللي هي زي الخطوبة أو الفتحة عندنا بتتم من غير وجود العروسين، ويتم عن طريق ممثلين ليهم. تاني طقس كامون أمرايا. كامون يعني القبض أو الإمساك، أمرايا يعني العروسة، يعني خطف العروسة أو الإمساك بها. وده طقس مليان بهجة، بيحصل غالبا قبل ما العروسة تنتقل لبيت جوزها. فيه صحاب العروسة وقرايبها بيحبسوها في أوضة معينة في البيت، ويجي العريس وصحابه وقرايبه يتفاوضوا على العروسة، وتبدأ بقى المفاوضات على الهدايا والفلوس والطلبات الغريبة، كنوع من إضافة طابع مبهج للطقس ده. بعد ما ينجح العريس في دفع فدية العروسة لتحريرها من اللي خاطفينها، يبدأ طقس تاني اسمه صايان باكي، وده معناه تمن الكلام. وهنا العريس بيبدأ يتفاوض على مبلغ مالي بيدفعه لأصحاب العروسة عشان يقدر يتكلم معاها. بعد كل ده بيتم آخر طقس، وهو توديع العروسة لحد باب بيتها، وغالبا بيكون بالدموع لأن الأهل بيكونوا زعلانين على فراق بنتهم. ننتقل لقبيلة المساي المنتشرة في كينيا وتنزانيا. عندهم نظام تقليدي صارم بخصوص الزواج، مرتبط بالعمر والنوع سواء ذكر أو أنثى، والطقوس الدينية والاجتماعية. الجواز عند المساي مش قرار شخصي، لكنه قرار عائلي. الأب هو اللي بيختار الزوج لبنته، وغالبا بيتم ده من خلال تفاهمات بين العائلات أو مصالح مشتركة، والبنت ما عندهاش حرية كاملة في الاختيار. وكمان أحيانا لو رفضت أهلها ممكن يتجاهلوا اعتراضها ده، والجوازة بتتم غصب عنها. ومن ضمن الاتفاقات دي هو المهر، واللي مش بيكون فلوس بتدفع،
عشان هناك الماشية هي أساس الحياة، وده أهم اتفاق في الجواز. والمهر بيتحدد بعدد من الأبكار، ممكن يوصل لعشرات الرؤوس، وده بيعكس قيمة العروس ومكانة عيلتها. والأب هو اللي بياخد المهر ده مش البنت. طقس البصق من أغرب الطقوس عند المساي، إن العروس يوم زفافها أبوها يبصق عليها على راسها وصدرها قبل ما تسيب بيتها وتروح لجوزها. البصق عند المساي مش إهانة، بالعكس ده رمز للبركة والحظ السعيد، يعني زي ما تقول كده بيبدأوا حياتهم ببركة أبوها. حلق الشعر من العلامات المهمة والغريبة في الجواز عند المساي، إن شعر العروسة بيتحلق بالكامل قبل ما تروح لبيت جوزها. الشعر المحلوق ده بيرمز لبداية حياة جديدة ونهاية الطفولة، كأنها بتخلع شعر الطفولة زي ما خلعت الأسنان اللبنية وبدلتها بأسنان دائمة. طقس الانتقال بعد ما تتم الطقوس اللي فاتت دي كلها، العروسة بتتجه لبيت جوزها وهي ماشية أحيانا بتعيط أو تبين إنها حزينة، وده جزء من الطقس الطبيعي اللي بيوضح إنها بتسيب بيت أهلها وحزنها على الفراق والسنين اللي قضتها معاهم. تعدد الزوجات المساي بيؤمنوا بتعدد الزوجات بشكل كبير. الراجل ممكن يتجوز أكتر من واحدة، وكل زوجة ليها كوخها الخاص بيها جوه الأنكنغة المستوطنة. ومش بس كده، ده كمان مكانة الراجل بتزيد بعدد الزوجات والأولاد اللي عنده. دور الكاهن والمحاربين من الزواج. الكاهن أحيانا بيبارك الزواج، خصوصا لو كان الزواج لشخص من طبقة المحاربين اللي هم الموران. المحاربين نفسهم بيتجوزوا بعد ما يعدوا مرحلة طويلة من التدريب العسكري والطقوس المرتبطة بالرجولة. الأكل والاحتفال. الاحتفال بالجواز مش زي عندنا بأكل من أحسن الأنواع، عشان عندهم لازم يكون مرتبط بالماشية، بيتذبح عجل أو بقرة واللحمة بتتوزع على الأهل والضيوف. كمان أغرب حاجة ممكن تسمع عنها هو المشروب التقليدي، لأنه بيكون عبارة عن خليط من اللبن والدم، بيستخرجوه من الماشية بطريقة خاصة. طقس العلامات والجروح. في بعض الحالات بيتعمل طقس الجروح على جسم العريس أو العروسة كنوع من الرمزية للانتماء وبداية حياة جديدة. الطقس ده مش موجود عند كل المساي، لكنه مذكور في بعض المناطق. وبعد الزواج الزوجة لازم تطيع زوجها في كل حاجة. مكانتها في القبيلة بتتحدد بقدرتها على الإنجاب وخدمتها لعيلة العريس. قبيلة الشيلوك دي واحدة من أقدم وأهم المجموعات النيلية في جنوب السودان، وعاداتها في الجواز ليها طابع مميز بيجمع بين الطقوس الدينية والاجتماعية. وعندهم الفرح مش مجرد ارتباط بين راجل وست، لكنه كمان اتحاد بين عيلتين وعشائر كاملة، وبيحمل أبعاد روحية مرتبطة بالأساطير القديمة، أهمها أسطورة نيكانغ، وده الجد المؤسس يعتبر. وكل العائلات بتحس بفخر إنها من نفس النسل بتاعه، وبيؤمنوا إن الجواز بين عشيرتين أصله أرواح الأجداد اللي بيحاولوا يحققوا توازن بين الجماعات. الخطوة الأولى بتبدأ بترتيبات خطوبة تقليدية. عيلة العريس بتبعت وفد رسمي لأهل العروسة، والوفد ده بيحمل هدايا رمزية، غالبا بتكون ماشية أبكار، لأن البقرة عند الشيلوك مش بس ثروة مادية لكن كمان رمز للحياة والخصوبة. وبعدين بيتم التفاوض على عدد الأبكار، وده يعتبر أهم جزء في العملية دي، وبيستمر ساعات أو أيام لحد ما يوصلوا لاتفاق يرضي الطرفين. وكل بقرة ليها قيمة خاصة، وأحيانا بيطلبوا أبقار معينة بلون أو شكل محدد. بعد الاتفاق بيجي طقس مميز وغريب، وهو إن العريس لازم يتحط في اختبار شجاعة قدام أهل العروسة. الاختبار ده ممكن يكون مواجهة رمزية مع واحد من الشباب من قرايبها، أو مهمة بدنية صعبة تثبت قوته وقدرته على حماية العروسة. الهدف من الطقس ده إن العروسة وعيلتها يتأكدوا إن الراجل قادر يتحمل مسؤولية بيت وأسرة. نيجي اليوم الجواز نفسه اللي مليان رموز. العروسة بيزينوها برسوم تقليدية على الجسم،
باستخدام الطين الأبيض أو الرماد، والرسومات دي بتعتبر زي حجاب من الأرواح الشريرة ووسيلة للبركة. كمان بيتحط في شعرها خرز ملون وأصداف من النيل، رمز للخصوبة والارتباط بالمياه. من الطقوس اللي لفتت انتباهي برضه إن أهل العريس لازم يقدموا مشروب تقليدي مصنوع من الذرة أو الدخن، والاتنين العريس والعروسة يشربوا منه مع بعض قدام الشيوخ. المشاركة في المشروب ده بترمز للوحدة والمصير المشترك. بعد كده العريس بيقود عروسته على مرأى الجميع لبيت الزوجية الجديد، وأهل القرية بيغنوا أهازيج، أغاني شعبية يعني، وبتكون الأغاني دي تقليدية بتحكي عن أسلافهم وأبطالهم. وفي بعض مناطق الشيلوك في عادة إن العريس يلمس جبين عروسته بريشة طائر مقدسة أو فرع أخضر قبل الدخول للبيت. اللمسة دي معناها بداية حياة جديدة خالية من الشر، وكأنها بركة للطريق اللي هيبدأوه مع بعض. الزواج عند الشيلوك بيبقى مشهد جماعي ضخم، مش مجرد مناسبة أسرية، المجتمع كله بيشارك فيه، لأنه بيعكس قوة الروابط بينهم واستمرار نسلهم وحماية تقاليدهم اللي حافظوا عليها لقرون طويلة. وفي غينيا قبيلة الفولة عندهم طقس يخوف اسمه طقس الجلد. العريس بيتجلد بالعصاية قدام الناس عشان يثبت انه راجل قوي ويستاهل العروسة، ولو وقع وما استحملش العروسة ممكن ترفضه. في النيجر عند قبيلة ودابي الدنيا معمولة عكس عقارب الموازين. هناك الرجالة هم اللي بيتزينوا للعروسة، بيجتمعوا في مهرجان اسمه جيريول بيجهزوا له طول السنة. هناك الشباب بيتزينوا وكأنهم نجوم، يحطوا مكياج بالألوان أحمر أصفر أبيض، ويرسموا وشهم بحاجات تخلي العيون تنبهر وتضحك. بعدين يبدأوا يرقصوا رقصة غريبة وجذابة اسمها ياكي ويدي، وفيها بيكونوا واقفين في صف، بيتطلعوا على أطراف رجليهم ويلفوا عينيهم بطريقة تشد الانتباه، ويكشفوا سنانهم البيضة للنور. وساعتها بقى البنات هم اللي بيحكموا وبيختاروا العريس اللي يعجبهم حسب الحركات والجمال. طقوس شبه طقوس تزاوج بعض الطيور يعني، وده بجد لأن الرجالة بيتزينوا بريشة النعام والخرز ودهان أبيض للأنف ومكياج، كل ده مع بعضه لو شفته ممكن تموت من الضحك. لا وكمان في ناس منهم بياخدوا 6 ساعات تحضير، وكل ده عشان يلفت نظر البنات ويفوز بالجواز السنة دي. وفي الكونغو في بعض القرى العريس والعروسة ممنوع يضحكوا أو يبتسموا طول الفرح، لأنهم شايفين إن الضحك ممكن يجيب نحس للعيلة الجديدة. كمان في كينيا عند المساي العروسة بعد الجواز لازم تسيب بيت أهلها وتمشي لوحدها لحد بيت جوزها، وهي ماشية مش مسموح لها تبص وراها خالص، لو بصت ده معناه إنها مش جاهزة تبدأ حياة جديدة. ومن أغرب العادات كمان في الكاميرون عند بعض القبائل العروسة قبل الفرح لازم تقعد شهور في بيت التسمين عشان تاكل تقيل وتزيد في الوزن. هناك شايفين إن العروسة الممتلئة دليل جمال ورخاء. وفي أفريقيا الوسطى في قبيلة بنجندا ليلة الدخلة مش خاصة بين العريس والعروسة، لأ كل القبيلة ممكن تحضر وتشهد الطقس ده بنفسها بالكامل. وهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. اكتب لي في التعليقات ايه اغرب طقس اتفاجئت بيه، ولو عندك موضوع حابين نتكلم فيه اكتبوا لي في التعليقات.